تبنى الأمم بسواعد أبنائها وخبرات علمائها، وكانت المبادرة القومية لبناء مصر جديدة بسواعد مصرية نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. يسعى الإنسان دائما لتغيير حياته نحو الأفضل، وفي كلية العلوم بكفر الشيخ يسعى علماؤها للأفضل باستخدامات النانو تكنولوجي لتطوير الحياة وتنمية المجتمع المحيط بها في كافة نواحي الحياة، سواء الزراعة أو الاستزراع السمكي. بالنسبة لمركز النانو تكنولوجي بكلية العلوم هو أحد مراكز التميز، ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، ولكن على المستوى الدولي. مركز النانو تكنولوجي بكلية العلوم بجامعة كفر الشيخ بيحتوي على عديد من الكفاءات والأجهزة العلمية المتقدمة والتقنيات الحديثة في علم النانو. علم النانو من العلوم الحديثة اللي لها تطبيقات مستقبلية وحالية على مستوى الحياة، بالنسبة للتطبيقات الصناعية، تطبيقات طبية، تطبيقات في الاستخدام المنزلي، في جميع المجالات في تطبيقات للنانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي ليه تطبيقات بالنسبة للمجال الطبي. المجال الطبي المتوقع خلال السنوات القادمة إن النانو تكنولوجي هيستخدم ككبسولات نانومترية في تصوير أجزاء جوه جسم الإنسان والتعرف وتشخيص الأمراض، وبالتالي هيكون بديل محتمل للمناظير الطبية. ده متوقع، وبدأت أبحاث في هذا المجال وبدأت تطبيقات في هذا المجال وبدأوا يستخدموه حاليا في بعض الدول المتقدمة، إنه هيكون بديل للمناظير الطبية. فهو إن شاء الله هيحدث ثورة طبية وثورة علمية. النانو تكنولوجي أيضا بيستخدم في توصيل الدواء للمكان المصاب، وبالتالي ما بيبقالوش آثار جانبية لأنه بيوصل للمكان المصاب فقط، وزي مثلا الأورام، يعني هو بيستخدم في علاج الأورام، وبيستخدم أيضا في التشخيص وفي مجالات كتيرة في الطب، أيضا في صناعة الأدوية. الشكل النهائي للأدوية أو الدراج فورميوليشنز بيستخدم في النانو تكنولوجي في أدوية اللي هي خواصها محدودة وبالتالي الآثار الجانبية فيها بتكون كبيرة، زي عملية الذوبان. بعض الأدوية ذوبانها محدود داخل جسم الإنسان، أما بتتحضر في صورة نانومترية خواصها بتتحسن، والفيزيائية زي الذوبان والبيوابيليابيلتي بتتحسن، وبالتالي بيبقى استخدامها أفضل من الأدوية في الحجم العادي. مركز النانو تكنولوجي بجامعة كفر الشيخ بنهتم باستخدام المواد اللي هي النانو ماتيريال. بنستخدمها في اللي هو تكسير الصبغات اللي هي مخلفات المصانع بتاعة الأنسجة، والأنسجة اللي هي زي موجودة مثلا في المحلة والموجودة في اللي هي المنسوجات عموما. بنعمل لها عملية تكسير باستخدام اللي هي المواد النانومترية، لأن المواد النانومترية لها خواص حفزية تستخدم في اللي هي التكسير، ودايما بتكون في مواد عندنا بتكون مواد صديقة للبيئة، فممكن نستخدمها من غير ما نلوث اللي هي المية. أنا شغل بحثي بيتكلم أو الماجستير بتاعي عن جودة المية اللي بتستخدم في الاستزراع السمكي. وطبعا احنا عارفين المشاكل الأساسية مش بس أمراض بتيجي للسمك، هي المشاكل الأساسية عندنا في جودة المية. ويهمني برضو في مشكلة بالنسبة لنا بتواجهنا اللي هي تطور جودة المية، وإن أنا أستفيد بأقصى قدر من المية المتاحة بالنسبة لي. يعني مثلا بالنسبة لمية الصرف أستخدمها في ري المزارع،
بدل ما اتخلص منها واحنا عندنا طبعا في مشكله بالنسبه للميه، فبالتالي ممكن استخدمها واحسنها واعيد ضخها تاني للمزارع السمكيه. فده يعتبر ده اهم حاجه بالنسبه لي، يعتبر بقيس بقى من خلالها حاجات مهمه بالنسبه للسمك. اهم حاجه في ميه السمك اللي هو الاكسجين المذاب، ده يعتبر هو اللي يعتبر كريتيكال قوي، او يعتبر حاجه ضروريه للسمك، واي نقص فيه بتاثر على النمو بتاع السمك، وبيأثر على الانتاج، وبيأثر على التكاثر بتاع السمك. في تطبيقات عديده للنانو تكنولوجي في معالجه الميه. معالجه الميه سواء كانت مياه صرف او ايضا بالنسبه لاستخدامه في التنظيف الآلي سواء للزجاج او للملابس او للتغلب على البكتيريا والفطريات. اكتر مشروع يهمنا ان احنا شغالين فيه دلوقتي تنقية اللي هي المخلفات الزراعية والصناعية اللي موجودة في المصنع في المصرف الصرف بتاع كوتشينر. فاحنا بنحاول ان احنا نستخدم المواد النانومترية عشان هي لها خواص حفظية عالية كبيرة جدا، بنستخدمها في تنقية اللي هي المخلفات الزراعية والصناعية اللي موجودة في المصنع ده، لأن المصنع ده في النهاية بيصب في بحيرة البرولوس اللي هو بيأثر بعد كده على اللي هي الثروة السمكية، وبيأثر على البيئة النباتية والحيوانية اللي هي وصحة الإنسان طبعا اللي هي موجودة في مجتمع كفر الشيخ. النانو تكنولوجي بيستخدم في معالجة الأنسجة، بحيث إن ممكن يكون عندنا أنسجة مقاومة للرصاص، أنسجة أيضا قابلة على إنها تغير لونها حسب البيئة الموجودة فيها، وده بتستخدم بالنسبة للجنود في القوات المسلحة. الهدف الثاني ما عندنا إن احنا برضو بنحضر مواد نانومترية عشان بنستخدمها في عملية اللي هو النسيج نفسه، في تحسين الخواص بتاعة النسيج. زي مثلا بنحضر مثلا المواد اللي هي السيلفر نانو بارتيكل، وبنستخدمها في اللي هي في الأقمشة عشان تحسن الخواص اللي هي بتاعة الأقمشة، وخصوصا بيكون عاوزين نحضر مواد تكون مقاومة للبكتيريا اللي هي موجودة في المستشفيات وكده. فممكن نحضر مواد نانومترية تستخدم في عملية النسيج لتحسين خواص النسيج لإكسابه خواص متميزة، ويكون زي مثلا يكون مضاد للبكتيريا أو مضاد اللي هو للفطريات، ويكون برضه ذاتي التنظيف. النانو تكنولوجي ليه استخدامات هندسيه، يعني لو عندنا الخواص الميكانيكيه بتتحسن لتحويل المواد من مواد عاديه الى مواد متناهيه الصغر، فبتكتسب صفات جديده زي الخواص الميكانيكيه للاسمنت. مثلا لو عندي اسمنت وعايز استخدمه تحت الميه، الاسمنت ده محتاج لصفات جديده، صفات ميكانيكيه، مقاومه الصلاده وخلافه، فبيديله متانه وبيديله شده زياده. ده باستخدام مواد نانومتريه تضاف للاسمنت، وبالتالي فهو بيحسن صفاته. ايضا بيستخدم في عديد من المجالات، ممكن في مواد الرصف، خامات الرصف يضاف مواد نانومتريه بتكتسب صلابه جديده وصلاده جديده، وبيبقى مقاوم للخدش ومقاوم انه يتاثر بعوامل التعريه وعوامل الزمن والعوامل المناخيه. فدي صفات جديده بتكتسبها المواد نتيجه لتحويلها لمواد نانومتريه متناهيه الصغر. عندما نجد المسؤول الأول بجامعة كفر الشيخ من بين اهتماماته متابعة الأبحاث والتجارب العلمية التي تقدم في معمل النانو تكنولوجي بكلية العلوم، وعندما نبحث عن ذلك نتعرف على عالم جليل تخصص في مجال النانو، إنه الأستاذ الدكتور ماجد القمري. هو بالنسبة لمركز النانو تكنولوجي، لو بدأنا رحلة داخل هذا المركز فبنبدأها من هذا المعمل. في هذا المعمل بيتم تحضير أو تصنيع أو تخليق المواد النانومترية اللي هي المواد متناهية الصغر. بيتم تصنيع المواد بتقنيات متعددة، منها التقنيات العادية ومنها باستخدام الميكروويف. الميكروويف اللي موجود قدامنا ده بيحضر المواد النانومترية في دقائق، بيحضرها
في دقائق، وبالتالي ان هو بيدينا كفاءة عالية في التحضير وبيوفر الوقت، غير الطرق النمطية اللي بيتم تحضير بيها المواد النانومترية. في تقنيات عديدة، يعني في تقنيات كيميائية، في تقنيات حرارية، في فيزيائية وخلافه، بيتم تصنيع بيها المواد النانومترية داخل هذا المعمل. والآن سنتعرف على الميكروسكوب الإلكتروني ودوره الفاعل في إجراء البحوث العلمية التي يجريها علماء الكلية، وكذلك تدريب الطلاب على استخداماته العلمية. بالنسبة للميكروسكوب الإلكتروني ووجوده في كلية العلوم، دي إضافة لكلية العلوم من حيث الفايدة التعليمية ومن حيث التطبيقات بالنسبة للمجال البحثي، لأن الميكروسكوب الإلكتروني هو أحد التقنيات الحديثة الأساسية لمعامل النانو تكنولوجي. ما ينفعش يبقى عندي معمل نانو تكنولوجي وما عنديش ميكروسكوب إلكتروني. السبب إيه؟ السبب إن المواد النانومترية اللي هي متناهية الصغر بتتحضر بأحجام وأشكال مختلفة، وعلى حسب الحجم والشكل بتتحدد الخواص، وعلى حسب الخواص بتتحدد الاستخدامات والتطبيقات، وبالتالي كل شكل وكل حجم له تطبيق مختلف وله خواص مختلفة، فبيتم التحكم في التحضير أو تصنيع المواد النانومترية عشان نوصل لحجم معين وشكل معين. اللي هيوضح الحجم والشكل هو الميكروسكوب الإلكتروني، لأن الحجم والشكل صعب إن احنا نشوفه أو نتخيله بالعين المجردة، لأن ده 1/1,000,000,000 من المتر، ده من الصعب إن احنا نشوفه، فلازم نشوفه بتقنية جديدة اللي هي تقنية الميكروسكوب الإلكتروني. الميكروسكوب الإلكتروني فيه أنواع عديدة منه النافذ ومنه الماسح ومنه أكتر من نوع، ويمكن احنا عندنا اللي هو الترانسميشن اللي هو النافذ. في أيضا الكونفوكال ميكروسكوب موجود عندنا في قسم الفيزياء، ويمكن ده أول ميكروسكوب في الجامعات المصرية بتقنية جديدة أيضا باستخدام الليزر. فكل هذه التقنيات هدفها ان احنا نتعرف على خواص المواد من حيث الشكل والحجم. يعني لو عندي كربون اللي شكله جرافيت غير الكربون 60، غير الكربون 70، غير الكربون اللي هو في شكل أنبوبة. كل نوع من الكربون له استخدام مختلف. لو انا عايز الشكل اللي هو التيوب اللي هو شكل الأنبوبة، الشكل ده، فانا بشوف تقنيه عشان اوصل لهذا الشكل انا وصلت له ولا لا، يبقى لازم استخدم الميكروسكوب. الحجم كمان، الحجم اللي انا عايزه احدده ايضا بالميكروسكوب. لو طلع الحجم مختلف والشكل مختلف، فانا بغير في ظروف التفاعل، بغير في ظروف التصنيع لحد ما اوصل للشكل والحجم اللي انا عايزه من خلال الميكروسكوب الالكتروني. يبقى ده طول اساسيه او وسيله اساسيه لمعمل النانو عشان نعرف نحدد الخواص اللي موجودة عندنا والأشكال والأحجام اللي موجودة عندنا. مركز النانو تكنولوجي في كلية العلوم بكفر الشيخ يعد البوتقة التي ينصهر فيها شباب الباحثين لإخراج نتائج بحثية تبهر العالم، وهذا ما رأيناه مع نخبة من هؤلاء الشباب. بالنسبة لمستقبل البحث العلمي في مصر، إن شاء الله هيكون مستقبل مشرف. عندنا شباب واعد بيحب العلم وعنده القدرة على البحث العلمي والتوصل إلى نتائج جديدة، وده أهم شيء. يعني هي البداية إن احنا نحب هذا المجال، وبالتالي هيبقى عندنا القدرة على العطاء وعندنا القدرة على التوصل لنتائج جديدة، وبالتالي تطبيقات جديدة إن شاء الله. وبالتعاون بين الجامعة والصناعة ممكن نستخدم هذه التطبيقات في التطبيقات الصناعية. وتستمر رحلتنا في البحث عن سواعد مصرية تبني الوطن بالعلم والتفكير والابتكار.
أجرأ الحوارات وأقواها. ملفات أمنية، سياسية، اجتماعية.